النهارده هعمل معاكم عرق لحمه بارده، وهقول لكم على طريقتي فيه. هي طريقته عموما سهله، يعني ما بتاخدش وقت في التجهيز كتير. معايا هنا كان جزء من عرق تريبيانكو. العرق كله بيبقى حوالي كيلو 600 جرام، ده حوالي نص عرق يعني. كان موجود عندي في التلاجة وقررت ان انا اعمله لحمه بارده. اول حاجه بعمله ان انا بنضف العرق من الدهون السميكه اللي عليه، لكن لو في طبقات دهن خفيفه كده انا بسيبها. يبقى اول خطوه احنا بنمسح اللحمه كويس جدا عشان ما يبقاش عليها اي بقايا دم او ميه. بعد كده بنبدا نشيل الدهون من عليها. تالت خطوه ان احنا بنلف اللحمه بالدبار. بنلف اول ربطه ونعمل عقده فيها، وبعد كده بناخد لفه على الايد ونبدا نلفه بالشكل ده. انا مش عارفه الفيديو موضح الطريقه ولا لا. لو احنا مش عارفين نربطه ممكن نطلب من الجزار ان هو يربطه لنا، واوقات الجزار بيكون مجهزه ومربوط جاهز، لان طبعا في ناس بتستخدمه اللحمه البارده وناس تانية بتستخدمه للبسطرمه. لو احنا مش عارفين ممكن نلف بقى الدبارة عاديه زي ما انا لفيت دلوقتي كده. وبكده جاهز معايا على التتبيله. معايا هنا ملح وفلفل، بصل باودر وتوم باودر، زنجبيل باودر وبابريكا وروزماري. هبدا اتبل اللحمه كلها بالشكل ده، يعني زي ما انتم شايفين كده من كل الجوانب. هبدا ادخل فيها كل التتبيله. تمام. معايا كمان هنا فصوص توم صغيرة، ببدأ أدخلها ما بين الفتحات، نعمل بالسكينة كده يعني فتحة صغيرة، وأحاول أدخل فيها فصوص توم صغيرة. في طاسة على النار بضيف معلقة من السمنة، وأول ما تسيح وتسخن بنزل بالعرق عشان يتشوح. بضيف عليه كمان فصوص من المستكة، وأبدأ أشوحه من كل الجوانب. مش هسيب حتة فيه ما تتشوحش ليه، طبعا التشويحة دي بتخلي المسام بتاعة اللحمة بتقفل. اللحمة محتفظة بالعصارة بتاعتها، فبالتالي ما بتبقاش ناشفة قوي، وبتدي طعم كويس. زي ما احنا شايفين كده لونها احمر وجميل، اتحمرت من كل الجوانب. بضيف كمان فصوص من الحبهان، بضيف بصل متقطع، طماطمتين، بصلتين وسط. بضيف كمان فلفل رومي لو موجود، بس ما كانش عندي فلفل اليوم ده. ضفت كمان جزر وثلاث اربع فصوص من الثوم، وابدا اشوح الخضار كله مع بعضه. عايزه اقول لكم ريحه الخضار حلوه قوي مع ريحه اللحمه والتوابل. الروزماري عامل شغل جامد، لو في عندنا فريش كمان يبقى احلى. بعد ما الخضر واللحمه اتشوحوا كويس جدا بضيف عليهم ميه سخنه، وبضيف عليهم ورق لوري. تمام. وبغطيها واسيبها تبقى تستوي شويه، حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع. بعد كده بلاقي الخضار استوى، وبلاقي اللحمه دخلت في استوى. نقلتها انا بقى في صينيه تانية، لان الجريل اللي عندي اللي كنت بشوح فيها دي ليها ايد ومش هينفع تدخل الفرن. نقلتهم في صينيه تانية وغطيتها بورق فويل وسبتها في الفرن ساعه الا ربع كمان. هو العرق كله بياخد على بعضه تسويته بالتشويحه بكله حوالي ساعه ونص. بعد كده بلفه في ورقه فويل وبدخله التلاجة يبرد، وببدا اجهز الجريفي صوص. الجريفي صوص ده بجمع بقى البصل مع الجزر مع الخضار اللي اتشوح مع الصوص اللي اللحمه نزلته، وببدا اضربه بالهاند بلندر او بالخلاط واظبط الطعم بتاعه. بعد ما اللحمه بردت بطلعها من التلاجة وابدا اقطعها. ممكن نبيتها ليله كامله، ولو مستعجلين عليها ممكن بعد ما تبرد ندخلها الفريزر نص ساعه او ساعه بالكتير عشان نقدر نقطعها وتبقى بردت بسرعه. اهم حاجه ما نحاولش نقطعها ابدا وهي سخنه او دافيه، لان طبعا مش هتدينا شكل كويس في التقطيع. سمك القطع بقى حسب ما احنا حابين، يعني في ناس بتحبها رفيع قوي، في ناس سمك متوسط. انا بحب السمك بتاعها يبقى متوسط. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، وزي ما انتم شايفين كده سهله وما اخدتش وقت والله خالص. اللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك وشير، واللي اول مره يشوفني انا شيري امام. دمتم بصحه وهنا.